السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ عمرك سألت نفسك انا ربنا خلقني ليه؟ طب ربنا خلق زميلي الدكتور الفلاني ليه؟ طب ربنا اصلا خلق الناس اللي في اوروبا والقارات المختلفة دول ليه؟ ربنا خلقنا وجمعنا على هدف واحد بس، وهو عبادته سبحانه وتعالى. ربنا بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انت الهدف الأساسي من خلقك هو عبادة الله، فما تخليش أي مشتتات تانية تشتتك عن هدفك ده. ربنا بيقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فهو عزتي وجلالي، لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك فيها إلا ما قسمته لك، وكنت عندي مذموما. طب دلوقتي أنا مش محافظ على صلاتي، وبسمع أغاني، وبنم وبختاب في الناس، وبرتكب ذنوب وحالتي حالة، أعمل إيه؟ هقولك على خطوات بسيطة تعملها. أول حاجة وأهم حاجة هي الصحبة. حاول تقرب من الصالحين وتبعد عن أصدقاء السوء، لأن الصاحب ساحب. فأنت لما تصاحب ناس متدينة هيشدوك معاهم لطاعة الله، عكس ما تصاحب ناس مش كويسة هيجروك لمعصية الله. عارف انت جماعة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف؟ هم دول بالظبط. ربنا بيقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. تاني حاجة تعملها إنك تحافظ على قلبك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فحاول تحافظ على قلبك وما تفسدوش بكثرة سماع الأغاني والمنكرات، وحاول على قد ما تقدر ما تغلطش في حد، وما تجيبش سيرة حد بسوء عشان ربنا يكرمك. تالت حاجة تعملها هي انك تحاول تعمل اي عمل صالح يقربك من الجنة ويبعدك عن النار. ربنا بيقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاول تخلي ليك عمل صالح يقربك من ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو كان مجرد انك تقول كلمة طيبة لحد، فالكلمة الطيبة صدقة. املوا الدنيا بالحلو اللي جواكم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.